احنا ليه اتغيرنا؟ لا، السؤال مش ليه احنا اتغيرنا. السؤال هنا احنا ليه اتغيرنا للأسف؟ ليه وصلنا لكده؟ ليه بقينا محطمين مشتتين تعبانين في خمول في كسل في كل شيء وحش، مع ان لو رجعت في الماضي او فترة لورا كده ما كنتش هتلاقي انك بتشكي من اي حاجة من دي اطلاقا. في الحقيقة يا صاحبي انه في بعض العوامل كتير جدا اتغيرت، علشان كده انت لازما وحتما لابد لازم تتغير. التغيير هنا بقى يا صاحبي نوعين. ممكن ان انت تتغير حاجات في جسمك، بنيت عضلات بنيت جسم وهكذا. والتغيير اللي انا اقصده بقى هو التغيير السلوكي. طريقة كلامك اتغيرت، طريقة اسلوبك اتغيرت، طريقة تعاملك مع الناس اتغيرت، طريقة تعاملك مع الاشياء والحاجات اللي انت كنت بتحبها اتغيرت. ليه اصلا انت انطفيت؟ في الحقيقة يا صديقي في بعض العوامل الكتير اللي حصلت لي وحصلت لك ادت الى وجود الشخصية اللي انت عليها دلوقتي وانت بتسمعني، وادت الى الشخص اللي بيكلمك دلوقتي. في تغيرات كتير بتشبه لنا احنا كشباب، زي البيئة والأسرة لها تأثير كبير جدا على طريقة تفكيرك وأسلوبك وتعاملك مع أصحابك وأصدقائك وبيئة العمل والناس. أنت اتغيرت يا صاحبي للأحسن وللأوحش علشان أنت اخترت صحبة معينة، قررت إن أنت تمشي معاها. صحابك إما يكونوا بيفكروا بالفلوس والبيزنس والمشاريع وإزاي يطوروا من نفسهم والكورسات وهكذا والتعليم و واما انهم يكونوا غرضهم الكلي او الفعلي هو فكره انا كلمت البنت الفلانيه، انا شجرت اجمد بنت في الكليه، انا صاحبت اجمد بنت في الجمهوريه. هو ده فكره عقليه صحابك، اما انهم يكونوا كده واما انهم يكونوا كده. فبالتالي يا صديقي انت بقى اللي بتقرر ازاي تختار صحابك، وبتحط لهم القيمه على حسب نظرتك وعلى حسب طريقة تفكيرك. إما إنك تعليهم وإما إنك تركنهم على الرف. بتعلي اللي ليه لازمة واللي مهم في حياتك، بتوطي أو بتنزل أو بتركن على الرف اللي ملوش لازمة. فعلشان كده أنت اتغيرت إما للأحسن وإما للأسوأ. تاني حاجة يا صاحبي وهي فكرة تعرضك للمثيرات اللي في الشارع، اللي في البيئة، اللي في البيت، اللي مع صحابك في الجامعة في الكلية في الشغل. انت حتما ولا بد لازما انك تتأثر، والتأثير ده اما يكون تأثير ايجابي وحاجة حلوة، واما انه يكون تأثير سلبي وحاجة وحشة. فبناء على كده يا صديقي طريقة تفكيرك واسلوبك وحياتك وسيستمك بالكامل بيتحدد بناء على المؤثرات اللي انت بتتعرض لها دي. تالت حاجة يا صاحبي وهي فكرة تعرضك للسوشيال ميديا. انت طول الوقت فاتح انترنت وبتسكرول على تيك توك، على فيسبوك، على يوتيوب، على اي موقع، على انستجرام، على اي موقع في السوشيال ميديا. فبالتالي انت بتشوف النجاحات اللي الناس في نفس سنك عملتها. يعني تلاقي شاب عنده 19 سنة، يعني أصغر مني بسنة سنتين، وتلاقيه أنا إزاي حققت 500 ألف وأنا قاعد في البيت. فطبيعي أنا لما بسمع فيديو زي كده بتضايق. إزاي هو يعمل 500 ألف نص اليوم وأنا قاعد لسه بدور على شغل، وأنا قاعد لسه بدرس، وأنا قاعد حياتي المادية بايظة، حياتي المادية مفشوخة حرفيا. فالطبيعي جدا لأي بني آدم على الكوكب إن هو يزعل ويتضايق، خصوصا لما يكون أصغر منك أو في نفس سنك. دي بتحز جامد في نفسيتك. رابع حاجة يا صديقي وهي فكرة العادات. أنت بتصحى من النوم بتعمل إيه؟ هي دي الفكرة. في ناس تانية أول ما بتصحى بتمسك التليفون، تفتح نت بقى، مين اللي بعت مسجات، مين اللي مش عارف راح فين، مين، قبل ما تاكل أصلا، قبل ما تدخل الحمام أصلا. فبناء على كده طريقة تفكيرك بتتحدد، وللاسف عاداتك هي اللي هتحدد مستقبلك. بعد لما تيجي تكلم حد هيقول لك يا عم انا اتعودت على كده، اتعودت على كده. دي هي العاده، شيء بتعمله كل يوم في نفس المكان، هي دي العاده. خامس حاجه يا صديقي وهي الاخيره وهي فكره استقبالك للاشياء. بمعنى انت لما بتسمع ناس اكبر منك سنا، تمام، وعندهم خبره فعلى الاقل في مجال معين. في واحد عنده خبره بس ممكن الخبره دي بايظه او تافهه. في واحد عنده خبره في البنات وازاي يتعامل معاهم وكلم بنات عدد شعر راسه، دي خبره مش حلوه. في واحد تاني عنده خبره في المشاريع، في البيزنس، الفلوس، التجاره. في واحد تالت عنده خبره بس في المذاكره، ازاي تذاكر، ازاي تبقى دحيح، ازاي تجيب امتياز، ازاي تبقى معيد.
دي خبرة. في خبرة من واحد لرابع مثلا، هو فكرة ازاي تتعامل في الحياة. كل واحد ليه عنده خبرة، شئت ام ابيت، انت فاهمني، فمش محتاج توضيح. فيا صديقي، ده كان اجابة السؤال اللي هو احنا ليه نتغير. بس كده يا صديقي، احنا كده جينا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتي اول باول. السلام عليكم يا صديقي.